السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا معايا قناة سناء الصالح. اليوم جبت لكم هذه الغرزة المجسمة على شكل زليج مغربي كما كتشوفوا كتجي ولا أروع، سهلة في الخدمة غير بواقي الخيوط. تقدروا تخدموا بحال هاد القطعة. كنتمنى تعجبكم طرقكم تناسب أحسن ديالكم، وبلا ما نطول عليكم يلا ندوز الطريقة ديال الخدمة ديالتها. نأخذ لنا الصوف نلفه على الأصبع لكي نشكل الدائرة السحرية. نطلع بسلاسل، يعني عندي الكروشيه رقم 2، نطلع بسلاسل 3 سلاسل، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة. نلف الخيط على الكروشيه، نعمل في الوسط من الدائرة السحرية عمود بلفة أول، عمود بلفة الثاني، عمود بلفة الثالث، عمود بلفة الرابع. لكي لا أطيل عليكم الفيديو سوف أشتغلها وراء الكاميرا وسوف أعود لكم عندما ننتهي. بعد ما كملت هذه الأعمدة في ثالث سلسلة نعمل منزلقة. هذاك اللون الأبيض لا نقصه نخليه تحت، فنطلع بلون آخر، يعني تختاروا الألوان اللي انتو تحبوها. اختار اللون الأخضر. نطلع بسلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة، يعني مثابة عمود. يعني هذاك الفائض تاع يعني الخيوط نخليها حتى الأخير ونخفيها في الأخير. يعني هذاك كما قلت لكم 3 سلاسل مثابة عمود في نفس المكان نعمل عمود بلفة، سلسلة في العمود موالي عمود بلفة، عمود بلفة تاني نفس المكان، يعني تزايد، يعني كل عمود حنعمل فيه تزايد. يعني هذا الدور تزايد الأعمدة، وكل عمودين نعمل سلسلة، يعني عمودين سلسلة عمودين سلسلة. يعني عندنا 11 عمود بلفة، حيولوا عندنا المجموع 22 عمود بلفة، يعني 22 عمود وبيناتهم سلسلة. سوف أعملها وراء الكاميرا هذه المرحلة لكي لا أطيل عليكم، لأن نفس الغرز تبقى يعني أعاودها والفيديو حيجي طويل. هشتغلها وراء الكاميرا ونتلاقى وراء كل مرحلة الموالية. بعد ما كملت الدورة عملت سلسلة وحنمشي ل يعني ثالث سلسلة نعمل منزلقة، نثبت الخيط نقصه. حنشتغل يعني وراء كل لون نشتغل باللون الأبيض، يعني هذه قاعدة. لما نخلص اللون ناخده على طول اللون الأبيض من تحت. نسحب الخيط من تحت العمودين فنشكل هذا العمود ونطلع ب3 سلاسل كما تشوفوا 3 سلاسل، ونمشي في الفراغ ولا تحت من العمودين الثانيين. يعني أنا حوريكم في الفيديو، يعني كل ما أشوف يعني كل عمودين تحت منه فراغ أو غرزة نعمل فيها عمود بلفة. لما نلف الخيط على كروشي نعمل تحت من هذيك العمودين عمود بلفة ونطلع ب3 سلاسل، يعني تحت من كل عمودين نعمل عمود بلفة و3 سلاسل مثابة فراغ كما تشوفوا. يعني ها هما الفراغات اللي حوريكم، تحت من كل عمودين نعمل في هذه الفراغات نسحب الخيط من تحت منهم فنطلع بعمود بلفة و3 سلاسل. يعني هذه المرحلة سهلة، وهي كمان يعني أكملها وراء الكاميرا لكي لا أطيل عليكم، لأن الفيديو يعني هو طويل صراحة، يعني قطعت منه كتير حاجات. فأنا أعطيكم الحاجات اللي انتو يعني تستفادوا منها بدون ما أطل عليكم. أشتغل وراء الكاميرا وأرجع لكم. بعد ما كملت هذه الدورة أمشي في أول عمود بعد ما أطلع ب3 سلاسل نعمل منزلقة في أول عمود. نمشي وسط من هذيك الفراغات نعمل منزلقة أخرى. فكما تشوفوا لكي يعني أشتغل على
اللون الآخر، أمشي في أول عمود في اللون الأخضر وأسحب اللون الموالي الأصفر. نتوما شوفوا اللون اللي تحبوه، نسحبه من هذاك العمود الأول، فنطلع بثلاث سلاسل متابعة عمود. شفتوا هذاك الأعمدة كاين عندنا اثنان، كل مجموعة فيها اثنان عمود. العمود الأول عملنا ثلاث سلاسل، والعمود الثاني نعمل فيه عمودين، يعني تزايد في الآخر عمود. يعني العمود الموالي هذا الأول عمود، وفي العمود الثاني عمودين. يعني هذا هو الترتيب بتاع هذه الأعمدة، يعني كل دور في كل آخر عمود نعمل فيه عمودين، يعني تزايد في عمودين. يعني العمود الأول عمود فردي، والعمود الثاني عمودين. يعني أمشوا في المجموعة الثانية عمود أول هذا نعمل فيه عمود واحد، والعمود الثاني عمودين بدون ما نعمل ولا سلسلة. نبقى يعني ماشيين على هذه الطريقة. يعني في كل مجموعة حنا نسميها مجموعات، كل فراغ فيه مجموعات فيه تكون من عمودين. في الأول نعمل فيه عمود بلفة، والثاني نعمل فيه عمودين. سوف أشتغل ورا الكاميرا ونتلاقى ونوريكم الدور آخر شو نعمل فيه، بدل مشان ما أطول عليكم. بعد ما كملت هذه الدورة أمشي في ثالث سلسلة، نعمل منزلقة، نثبت الخيط ونقصه. يعني كما قلت لكم كل ما كملنا اللون على يعني بسرعة نجيب اللون الأبيض من تحت، نطلع بسلسلة، نمشي في هذيك الأعمدة في الأبيض، نعمل عمود بلفة، نسحبه من تحت فنعمل عمود بلفة، ونطلع بسلاسل بثلاث سلاسل، واحد اثنان ثلاثة. نلف الخيط على الكروشيه ونمشي للعمود الموالي ونعمل فيه عمود بلفة، نسحبه من تحت فنعمل عمود بلفة، ونطلع بثلاث سلاسل، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة. نلف الخيط على الكروشيه نسحبه من تحت فنعمل عمود بلفة، نطلع بثلاث سلاسل، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة. نلف الخيط على الكروشيه نعمل عمود بلفة على هذا الطرف على هذا العمود، نطلع بثلاث سلاسل، نلف الخيط على الكروشيه نعمل عمود بلفة. وسوف يعني أشتغل وراء الكاميرا لكي لا أطيل عليكم، لأنها تكرار لهذه الأعمدة وبيناتهم ثلاث سلاسل يعني في هذه المجموعة، لأن في المجموعة الأخرى حنطلع بسلاسل أخرى. يعني سوف أشتغل وراء الكاميرا لكي لا أطيل عليكم فيديو لأنه جا طويل، وإن شاء الله نتلاقاو في المرحلة الموالية. بعد ما كملت هذه المرحلة نطلع بثلاث سلاسل وأمشي في أول عمود نعمل منزلقة، نمشي في الفراغ نعمل منزلقة لكي يعني أجيب اللون الآخر. نمشي في أول عمود بتاع الأصفر وأسحب اللون الموالي، يعني أسحبه من فوق كل عمود. الأول أسحب فيه هذا اللون فأطلع بثلاث سلاسل. هذاك اللون الأبيض نخليه يعني حتى ننتهي من هذا اللون. نطلع بثلاث سلاسل متابعة عمود، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة. نمشي في ثاني عمود، حنا عندنا ثلاث أعمدة، نمشي في ثاني عمود نعمل عمود بلفة فردي، وفي ثالث عمود نعمل عمودين. يعني هذه المرحلة تتكون من 4 أعمدة. العمود الأول متابعة سلاسل، وما تبقى 3 أعمدة هي 4 أعمدة. نمشي في المجموعة الأخرى نعمل في الأول عمود عمود، ثاني عمود عمود، وفي الثالث عمود عمودين، يعني المجموع هو 4. ونبقى على هذه المرحلة للدورة كلها. يعني أنا لكي لا أطيل عليكم مرة أخرى سوف أشتغل وراء الكاميرا لأنها نفس الغرز، أبقى أكررها فما داعي للتكرار لأنني حطول عليكم الفيديو. سوف أشتغلها وراء الكاميرا ونتلاقى إن شاء الله نوريكم
المرحلة الموالية. بعدما كملت هذه الدورة عملت منزلقة فقصيت هذا اللون فطلعت باللون الأبيض بسلسلة، فمشيت أعمل أدوار بهذا اللون الأبيض، يعني عمود بلفة 4 سلاسل، هنطلع ب4 سلاسل، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة والسلسلة الرابعة، نعمل عمود بلفة في العمود الموالي، نطلع ب4 سلاسل، نلف الخيط على الكروشي فنعمل عمود بلفة، وإيدينا تكون شوية مرتاحة لأننا كنت شوية شداها، لا نتوما ريحوا إيديكم لكي تجيكم الغرزة يعني مرتاحة وتجيكم مو شوية مكمشة، أنا جاتني شوية مكمشة فكنت شوية مزيرة إيدي، فأنتوما يعني ما تشدوش إيديكم كثيرا، خلوها مرتاحة. سوف أعملها ورا الكاميرا هذه المرحلة تاع الأعمدة بلفة، ونتلاقى نوريكم في المرحلة الموالية شو نعمل. بعد ما يعني غادا نكملها نتلاقى أنا وياكم ونوريكم المرحلة الموالية. بعد ما كملت هذه الدورة عملت 4 سلاسل وعمل منزلقة في أول عمود، نمشي وسط من هذه المجموعة، بعد ما نطلع السلسلة أمشي وسط من هذه المجموعة لكي أسحب الخيط الموالي، هذا اللون ما قبل الأخير من أول عمود تاع 4 سلاسل 4 أعمدة عفوا، أسحب اللون الأزرق الفاتح من أول عمود وأطلع ب3 سلاسل متابعة عمود، ضروري نطلع بها 3 سلاسل، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، الثالثة، نمشي في ثاني عمود نعمل فيه عمود بلفة، ثالث عمود عمود بلفة، في رابع عمود عمودين، يعني هذا الدور يكون فيه 5 أعمدة بلفة، هذوك 3 سلاسل متابعة عمود، ثاني عمود ثاني عمود، ثالث عمود ثالث عمود، وفي العمود الأخير عمودين لكي نحصل على 5 أعمدة بلفة. يعني العمود الأول في المجموعة الأولى عمود، وفوق العمود الثاني عمود، وفوق العمود الثالث عمود، وفي الرابع نعمل عمودين. وكما يعني أقول لكم سوف أشتغل وراء الكاميرا لكي لا أطيل عليكم، ونتلاقى في الدور الآخر. بعد ما كملت طلعت عملت منزلقة، أسحب اللون الأبيض من هذا المكان أطلع بسلسلة، أعمل لفة على الكروشيه، نعمل عمود بلفة تحت من العمود الأبيض، نطلع ب5 سلاسل 1 2 3 4 5، نلف الخيط على الكروشيه نمشيو للعمود الموالي، نعمل عمود بلفة بهذا الطرف، نطلع ب5 سلاسل، نلف الخيط على الكروشيه فنعمل عمود بلفة في العمود الموالي، وكما العادة سوف أشتغل وراء الكاميرا لكي لا أطيل عليكم لأنها تكرار للأعمدة، ونتلاقى نوريكم اللون الأخير. ولو انتم حابين انكم تطولوا في الدورة يعني كملوا وانتم اعملوا الالوان، بس انتم كل ما طلعتوا دور تزيدوا في اخر عمود عمود بلفة صافي. وانتم شفتوا كيفاش انا اطلع ادوار، فانا هذا هو الدور ما قبل الاخير، بقى لنا دور اخر كي اوريكم كيفاش نعمل هذيك الغرز بتاع المعينات صافي. لكي لا اطول عليكم سوف يعني أشتغل وراء الكاميرا ونتلاقى نوريكم المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما كملت هذه الدورة عملت منزلقة في أول عمود، نطلع يعني في الفراغ بمنزلقة
فنسحب اللون الأخير الأزرق من أول عمود، نسحب اللون الأزرق فنطلع ب3 سلاسل، نطلع ب3 سلاسل يعني بمثابة عمود، وفي تاني عمود نعمل فيه عمود، يعني هذه المرحلة فيها 6 أعمدة. العمود الأول بمثابة 3 سلاسل، والعمود الثاني فوق منه عمود فردي، العمود الثالث عمود فردي، العمود الرابع عمود فردي، والعمود الخامس عمودين، يعني المجموع هو 6 أعمدة، يعني ضروري تكون عندكم 6 أعمدة. حتى المجموعات الأخرى يعني نفس المجموع، يعني نفس الأعمدة، 6 أعمدة في كل مجموعة. العمود الأول عمود، في الثاني عمود عمود، وهذيك البواقي نخليها في الأخير. في الثاني عمود عمود، في الثالث عمود عمود، رابع عمود نعمل فيه عمود، وفي خامس عمود عمودين، يعني احنا في الأخير نعمل فيه عمودين تزايد للعمودين. صافي المجموع هو 6. سوف أشتغلها وراء الكاميرا هذه المرحلة لكي لا أطيل عليكم الفيديو، ونتلاقى نوريكم الشكل النهائي. بعد ما كملت نعمل منزلقة في يعني ثالث سلسلة، نثبت الخيط ونقصه. دابا هذا هو اللون الأخير، كما قلت لكم تقدروا تطلعوا أدوار أخرى بألوان كثيرة، فأنا هذا صافي هذا هو اللون الأخير. أمشي في ثالث عمود، يعني أطلع من اللون الأبيض، فألف على الخيط على كروشي لفتين، فأخرج من اللفتين الأولين، فأترك الثانيين يعني فوق من الكروشي، نلف عاوتاني مرة أخرى الكروشي، فأمشي للعمود الثاني لكي أحصل على هذا المثلث. صافي. وفي العمود الرابع نعمل غرزة حشوة، في العمود الخامس غرزة حشوة لأن طلعنا في غرزة في العمود الثالث، وهذا الرابع عملنا في غرزة حشوة، والخامس عملنا غرزة حشوة، والسادس غرزة حشوة. ونمشي المجموعة الثانيتين ناخذ منها 3 غرز حشوة كل عمود لكي نكون في الوسط. احنا غرض ديالنا هو الوسط لكي نحصل على هذا المعين. نلف الخيط على كروشي لفتين، نمشي في أول عمود هذا نلف ندخل فيه بعمود بلفتين فما نكمله، نلفه مرة ثانية لفتين، فنمشي للعمود الموالي ندخل فيه ونشتغل فلا نكمله، فنحصل على 3 لفات فوق من الكروشي، ونسحب كلهم في وقت كل واحد. نمشي في العمود الرابع نعمل فيه غرزة حشوة، العمود الخامس غرزة حشوة، والعمود السادس غرزة حشوة كما تشوفوا. نلف الخيط على كروشي لفتين، نمشي للعمود هذا نعمل فيه عمود بلفتين فلا نكمله، نخلي 2 على الكروشي، نلفه مرة ثانية ونمشي للعمود الموالي نشتغله فلا نكمله، نخلي 3 على الكروشي، فنسحب الكل في مكان واحد، فنمشي للعمود الرابع نعمل فيه غرزة حشوة، خامس عمود غرزة حشوة، سادس عمود غرزة حشوة. يعني احنا الغرض ديالنا هو أننا هذيك معين يكون في الوسط. سابع عمود غرزة حشوة في المجموعة الأخرى، وثاني عمود غرزة حشوة، وثالث عمود غرزة حشوة. يعني احنا في المجموعة الأخرى خدينا منها 3 غرز حشوة يعني الأعمدة. نلف الخيط على الكروشي لفتين، نمشي للعمود هذا فنعمل فيه عمود بلفتين فما نكمله، نخلي 2 على الكروشي، نلف الخيط على الكروشي لفتين، نمشي للعمود الآخر نعمل فيه عمود بلفتين فما نكمله، نخلي 3 على الكروشي، فنسحبه جميعا، فنمشي للعمود الرابع نعمل فيه غرزة حشوة، العمود الخامس غرزة حشوة، العمود السادس غرزة حشوة. نمشي للمجموعة الثانية، نمشي أول عمود عمود حشوة، ثاني عمود عمود حشوة، ثالث عمود عمود حشوة لكي نوصل للوسط. نلف الخيط على كروشي لفتين
نكمل نفس العملية نفتين، فما نكمل العمود، نخلي 2 على الكروشيه، يعني عمود بلفتين، فما نكمل العمود، نلف مرة تانية لفتين على الكروشيه، فنمشي للعمود موالي، فنشتغله فما نكمله، نخلي 3 على الكروشيه، فنسحبهم يعني ب3، فنمشي لرابع عمود نعمل فيه غرزة حشوة، خامس عمود غرزة حشوة. صافي بعد ما كملت الدورة، يعني سوف أوريكم كيفاش حنا نحولوه لمربع. نمشي لهذا المكان، يعني شفت وريك معين، نمشي الوسط بتاعه، نطلعوا بسلاسل من هذاك المكان، نطلعوا ب4 سلاسل، نلفوا الخيط على الكروشي لفة 3 لفات عفوا، نعملوا العمود 3 لفات في نفس المكان، نطلعوا بسلاسل 1 2 3، نلفوا 3 لفات مرة أخرى، نمشي لنفس المكان نعمل فيه عمود ب3 لفات في نفس المكان الأول، والعمود ب3 لفات تاني نفس المكان، نلف الخيط على الكروشيه لفتين، ونمشي للغرزة الموالية نعمل فيه عمود بلفتين الأول، ونعمل عمود بلفتين تاني نفس المكان، نلف الخيط على الكروشيه لفتين مرة أخرى، فنمشي للغرزة الموالية نعمل فيها عمود بلفتين، في الغرزة الموالية عمود بلفة، في الغرزة الموالية نصف عمود، وبقوا لنا 3 غرز نعمل فيها، يعني نصف عمود، 1 2 و3، يعني هذا هو الثالث. دابا حنا كملنا الزاوية الأولى، نمشي في هنا الرأس بتاع هذيك المعين، نعمل فيه غرزة حشوة الأولى، تاني غرزة حشوة، شفتوا هذوك الأعمدة اللي فيهم 6، نعمل في كل واحد نعمل فيه غرزة حشوة، يعني 6، وفي هذوك فوق هذوك اللي في هادو اللي فيهم معينات نعمل فيهم غرزة حشوة، يعني المجموع هو 8. نمشي للمجموعة الأخرى نعمل فيها نصف عمود في الغرزة الأولى، الغرزة الثانية نصف عمود، الغرزة الثالثة نصف عمود، والغرزة الرابعة عمود بلفة، الغرزة الخامسة عمود بلفتين، والغرزة السادسة عمود بلفتين، ونفس المكان عاوتاني عمود بلفتين، يعني هنا كاين في الغرزة الخامسة يعني السادسة عفوا عمود بلفتين، ونفس المكان عمود بلفتين، ونمشيو في الرأس بتاع هداك المعين نعمل فيه غرزة ب3 لفات، العمود الأول 3 لفات، ونفس المكان عمود تاني ب3 لفات لكي نحصل على الزاوية الثانية، ونطلع ب3 سلاسل بعد ما نكمل هاد 3 لفات العمود ب3 لفات، نطلع ب3 سلاسل ونكرر عمود ب3 لفات نفس المكان، وعمود تاني ب3 لفات نفس المكان، وصافي ننزلو بالأعمدة الأخرى كما بدينا في الأول، يعني في الغرزة الموالية عمودين ب2 لفات، عمود ب2 لفات أخرى، وعمود بلفة، ونصف عمود 3 مرات، يعني سهلة، يعني غرزة سهلة. هاو العمود بلفتين، ونفس المكان عمود بلفتين، في غرزة موالية حنعمل العمود بلفتين واحدة مرة أخرى، وما تبقى نعمل العمود بلفة نصف عمود 3 مرات. صافي هذه هي التتمة، حكملها ورا الكاميرا كي لا أطيل عليكم. بقات لنا مرحلة أخيرة وهي تاع الغرز، عادي غرزة حشوة، يعني حنا يعني حنوقف في هذا المكان في الزاوية، نمشي مباشرة للفراغ نعمل فيه 2 غرز حشوة، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية سلسلة، ونفس المكان غرزتين حشوة، وصافي في كل عمود نعمل فيه غرزة حشوة، يعني الدورة كلها بتاع هذه المربع. لكي لا أطيل عليكم مرة ثانية سوف أشغلها ورا الكاميرا، ونتلاقى نوريكم الشكل النهائي لهذه الغرزة اللي تشوفوها كما وريت لكم في الأول.
كنتمنى أنني نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونكون شرحت لكم شرح واضح. إن شاء الله يعني تعجبكم هذه الغرزة، إن شاء الله يعني تعتمدوها، وكنتمنى أن الغرزة يعني نالت استحسانكم. وشكرا للناس اللي أول مرة تنضم لقناتي، وشكرا للناس اللي كيخليو لي لايك واشتراك، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات أخرى. خليتكم راحة، السلام عليكم.